من وانا صغير وهي حاجه واحده بس اللي بتخليني اقدر افصل عن اي حاجه بتحصل واريح دماغي، وهي اللعب على الكمبيوتر، الجيمنج. يعني كل الجيمز اللي لعبتها وكمان في حياتنا في حاجه واحده بس مشتركه، وهي عشان تبقى جامد جدا في اللعبه، توصل لاعلى الليفلات، او تكون لعيب جامد جدا في العاب الشوتر او ايا كان، وهي انك تفضل تعيد نفس الحاجه اللي بتعملها مره واثنين وثلاثه واربعه، تتدرب على الشوتينج بنفس الطريقه نفس المره عشان تلفل، تفضل تفايت في الوحوش بنفس الطريقه وتكرر الموضوع مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية والف لحد ما توصل للليفل اللي بعده، لحد ما تعلى في الرانك، لحد ما تبقى جامد وتوان شوت اي حد في اقل من ثانيه زي تنزو وشاوت في العاب الشوت. نفس الموضوع ده حصل معايا بقى لما كبرت في الشغل. انا كتبت فيديوهات كتير جدا لانفلونسرز كتير، ممكن اول حد بدات معاه وكملت معاه فتره كبيره قوي هو كريم حنفي. صحيح ساعتها تاني فيديو كتبته جاب اعلى مشاهدات في تاريخ القناه، بس انا قعدت كتير جدا عشان ابدا اطلع فيديوهات حلوه. كتبت اكتر من 150 سكريبت لفيديوهات طويله، دوكيومنتريز وريلز بتنزل علشان بس ابدا اقول ان انا بدات اطلع فيديوهات بشكل حلو. اي حاجه اتطورت فيها في حياتي كانت بسبب ان انا عملتها حاجات كتير جدا. يعني عندك مثلا الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده، لو نزلت وشفت في اول فيديو نزلته عامل ازاي هتقول ايه الفرق ده كله. الحقيقه الفرق ده جه من ان انا صورت فيديو 2 و3 و10 و50، ولسه بعد كده هيحصل احسن. نفس الموضوع ده في الجيم، نفس الموضوع ده في مذاكرتك، نفس الموضوع ده في كل حاجه في حياتك. لازم تعمل نفس الروتين الممل اللي فيه تكرار مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما تقدر توصل. الموضوع ممل، الموضوع بيزهق، الموضوع بيستهلكك شخصيا، بس مفيش اي طريقه، مفيش اي حاجه غير كده، مفيش شورت كاتس علشان تبقى جامد في الحاجه اللي بتعملها غير انك تكرر نفس الحاجه مره واثنين وعشرة. وبس كده. اتمنى ان انا اكون عرفت افيدك باي شكل من الاشكال، او ممكن تعتبره شويه كلام جوه دماغي وخلاص. وتاكد انك تعمل لي فولو ولايك لو عجبك الفيديو. بس كده، سلام.